يا مساء الخير عليكم. أهلا وسهلا بكم يا أحلى عيلة في الدنيا. أنا جاية لكم النهاردة بوصفة جديدة من وصفات الزمن الجميل، اللي فيها بقى ريحة لمة العيلة وصوت ضحك التيتا وهي بتعجن وريحة السمنة البلدي اللي كانت بتعبي البيت كله وتفكرنا بأيام ما كان الأكل ليه طعم وحكاية. النهاردة هنعمل مع بعض القرص المبسوسة، القرص اللي كنا إحنا وإحنا صغيرين بنستناها تخرج كده من الفرن، ونقعد حوالين الصينية نحاول كده إن إحنا ناخد قرصة سخنة وهي لسه طالعة، حتى لو لسعتنا شوية من الحرارة كنا بنستحمل عشان طعمها يستاهل. القرص دي مش مجرد وصفة، دي حكاية فيها ذكريات الطفولة. يعني في صباح كده في الشتا الدافي وفطار الجمعة لما العيلة كلها كانت بتتجمع على ترابيزة واحدة، كنا بناكلها بقى مع عسل أو نغمسها في الشاي بلبن، أو حتى ناكلها كده لوحدها، وساعات كنا نخبي منها قرصتين علشان ناكلهم كده بالليل واحنا قاعدين نتفرج على فيلم أبيض وأسود. النهارده بقى كده هاقول لكم على الطريقة اللي كانت جدتي بتعمل بيها القرص، بنفس المقادير اللي كانت بتحفظها من غير ميزان، وبنفس التكات اللي ما كانش حد يقدر يعرفها غيرها. بس ما تقلقيش، أنا ضبطت لِك المقادير وكتبتها بالكوباية كده عشان تطلع معاكِ مضبوطة من أول مرة وكأنِك اشتريتيها من فرن بلدي أصيل. أنا كده دوّبت كوباية من المَيّة، عليها معلقة كبيرة من الخميرة، وحوالي نُص كوباية من السكر، ممكن تزوّديه على حسب ما تحتاجي. وفي بولة كده هاجيب حوالي 4 كوبايات من الدقيق البلدي، أو دقيق أبيض لو مش متوفر، وهاحط عليهم معلقة كده صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر وذرة ملح، وبعدين هابتدي كده إن أنا أبِسّها بقى بالسمنة بتاعتنا. مقدار السمنة بتاعتنا إن شاء الله كده هيبقى كوباية من السمنة البلدي سايحة، أو نُص سمنة أو نُص زيت على حسب الرغبة. تقدروا كمان تحطوا أي منكهات، تقدروا تحطوا معلقة كبيرة من السمسم، وتقدروا تحطوا كمان معلقة صغيرة من الشمر ومعلقة صغيرة من اليانسون، يعني على حسب كده ما أنتم عايزين. وتقدروا كمان إن أنتم يعني تعجنوها بلبن دافي بدل المَيّة، وممكن نُص لبن ونُص مَيّة زي ما أنتم عايزين. ولو هتحطوا لبن، حطوا يعني إيه، يعني رشة فانيليا بسيطة لو أنتم مش هتحطوا أي منكهات، يعني إيه، هتفضّلوا إن أنتم تحطوا في العجينة سكر بس. أنا أبِسّها لحد أمّا تنعم كده معانا، خلاص كده الخميرة بقى بالمَيّة كده فارت، وخليط السكر واتفاعلوا كده مع بعض وكوّنت كده رغوي، كده هي أنا اختمرت الخميرة وهي كده تمام. أجيبها بقى كده أضيفها على الدقيق بعد ما بسيته كده، أبتدي إن أنا أعجن يا دوب بس كده ألم العجينة. هتلاقوها جميلة، يعني نسبة المية تمام مظبوطة. ممكن تبدأوا كده إيه بنسبة المية من أول حوالي كوباية إلا ربع مية، وبعدين لو احتاجت العجينة زودوا كده إيه الربع الباقي. يعني افضلوا كده زودوا حبة بحبة علشان العجينة معانا تبقى مظبوطة وخمرتها مظبوطة وتبقى ناعمة كده، لا تحتاج دقيق ولا تحتاج أي حاجة تانية. خلاص أنا عجنتها بقى كده، أسيبها تخمر. أول ما تخمر بقى كده زي ما أنتم شايفين، أبتدي إن أنا أكورها. يعني إيه حجم الكورة مثلًا من 25 ل30 جرام زي ما أنتم شايفين. شايفين العجينة طيّعة وجميلة أوي معانا، لإن هي كل حاجة فيها مضبوطة، نسبة السوايل، وكمان عجنتها كده وسِبتها تخمر وترتاح، فهي كده تمام. أكورها بقى كده زي ما أنتم شايفين، وابتدي بقى إن أنا إيه، أحط الكور دي كده كلها على جنب وأغطيها. فهو كده الكمية اللي أنا كنت عاملاها طبعًا كانت كمية قليلة، فيا دوبك كده هُم دول الشوية اللي أنا كنت عاملاهم. طبعًا أنتم حاسين الكور كبيرة شوية. الحجم ده يا جماعة معقول جدًا، لإن أنا لسه هاسيبها تخمر كمان وتقِب. بالنسبة لي القرص المرّة دي أنا كانت ناعمة شوية لمّا اتسابت لتاني يوم، بس أنا باقول لكم يا جماعة حاولوا إن أنتم يعني إيه تخلّوها تخينة شوية. خلاص كده أنا حطيت فوطة المطبخ كده عليها، وبعدين بقى استنى إن هي خالص ترتاح. آخد كده أول كده كورة بعد ما سِبتها ترتاح خالص عشان تبقى سهلة التشكيل. أبتدي بقى إن أنا أشكّلها كده على البلانشة بتاعتي. كنا زمان بقى بنشكّلها على الطبلية بقى مع جدتنا كده، أكيد أنتم فاكرين أيام الطبلية. أبتدي بقى إن أنا كده إيه، أقرّصها أو أكوّرها كده زي ما أنتم شايفين. شُفتوا السمك بتاعها كده بيبقى حلو أوي. بس أنا يُفضّل إن أنا لو كان هيبقى بالنسبة لي أحسن لو أنا كنت خلّيتها سميكة عن كده، علشان يبقى فيها شوية لبابة كده من جوّه. صدقوني طعم القرصة مع السمنة البلدي واللبابة وشوية السكر اللي أنا حاطاهم فيها كده والعجنة باللبن أو المَيّة، طعمها جميل. فأنا أفضّل إن أنتم تزوّدوا السمك شوية كده بتاعها، يعني إيه، عن ما أنا كنت عاملاه كمان. يعني خلّوه مثلًا حوالي إيه من سنتي لسنتي ونُص كده، وعادي خالص إن أنتم كمان توصّلوها ل2 سنتي، كده هيبقى حلو أوي. يعني بلاش ترقّقوها أوي كده، لإن هي كانت ناعمة شوية. في ناس هتحبها كده، وبرضه السمك ده يرجع لكم أنتم، بس بالنسبة لي أنا دُقتها كده ودُقتها كده، فبالنسبة لي وهي تخينة أحسن شوية، وطعمها بيبقى بصراحة أحلى من إن هي تبقى رفيعة. خلاص كده خلّصت كل الكمية، أحطها بقى على الصاجة بتاعتي اللي هتدخل الفرن واسيبها ترتاح للمرة التانية. يعني أنا خلاص خمّرتها أول مرة واسيبها ترتاح. بعد أمّا ارتاحت وشكّلتها، أسيبها بقى ترتاح كمان للمرة التانية. أبتدي كده بقى إن أنا أدهن وشّها، يعني إيه، شوية إيه،
لبن، بصراحة اللبن بيدّي لها طعم حلو أوي، تقدر طبعًا تحط على الوش شوية سمسم، بس أنا بصراحة هي طعمها حلو أوي كده بالنسبة لي، زي ما قُلت لكم تقدروا تحطوا منكهات أو يعني ما تحطوش، على حسب الرغبة بتاعتكم. خلاص أنا بقى كمان يعني سِبتها تخمر للمرّة التانية زي ما قُلت لكم، وبعدين بقى دهنت وشّها لبن، أبتدي بقى كده إن أنا أدخّلها على فرن سُخن يعني وأحطها في الرف اللي في النُص أشغّل كده الشواية عليها لمّا تبتدي من تحت تاخد يعني إيه حوالي كده نُص ساعة على درجة حرارة كده إيه 220. الفرن يبقى ساخن بتبقى حلوة أوي، بس أهم حاجة يا جماعة إن إحنا نخمّرها كويس قبل ما ندخّلها الفرن، بتطلع بالشكل القمر ده كده يعني بُصّوا الوش وكل حاجة كده مضبوط، وشها كده أحمر وحلو من شوية اللبن اللي أنا دهنتهم بيها قبل ما تدخل الفرن. حاجة كده قمر، يعني إيه، اشربوها كده بقى جنب كوباية الشاي بالنعناع، يا سلام عليها، وصفة كده هترجّعنا لأيام زمان أوي، وصفة تحفة وخطيرة. أتمنى إن الفيديو النهارده يكون عجبكم، أنا نزّلت كده الوصفة النهارده بكل التريكات الطريقة اللي أنا اتعلمتها من جدتي الله يرحمها يا رب، ادعوا لها بالرحمة، هي ووالدي وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. أتمنى إن الوصفة تكون عجبتكم، وهاستنى تطبيقاتكم. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وقولوا لي عايزين نعمل إيه الأيام الجاية مع بعض. أنا ديجا ودي قناتي، أشوفكم على خير الوصفة الجاية إن شاء الله. باي باي.